السلام عليكم. سنة تالتة، معاكم ميس هاجر اسيستنت مستر حسن. النهارده ان شاء الله هنحل مع بعض امتحان شامل الجبر على الوحدة الأولى والتانية نموذج ج. تعالوا نشوف أول سؤال. بيقولي من مفكوك 3 ألف ناقص 2 ب لكل أس 11 حسب قوة ألف التنازلية إذا كانت النسبة بين الحدين الأوسطين على الترتيب تساوي -3/2. عايز النسبة ما بين ألف لب فيساوي كام؟ الحدين الأوسطين، أنا عندي هنا الأس فردي فاروح أقول إن أنا عندي هنا بكون الأس فردي فاستخدم نون زائد الواحد على الاتنين وما يليه اللي هو النون زائد 3 على الاتنين. فلو رحت هنا طبقت عندي النون بكام؟ ب11 زائد الواحد على الاتنين. 11 زائد الواحد 12 على الاتنين فيها 6. يعني انا عندي الحد السادس وما يليه الحد السابع دول عبارة عن حدين الاوسطين. هو عاطيني النسبة ما بين الحد السادس للحد السابع بتساوي كام؟ -3 على الاتنين. فانا لو رحت قلت الحد السابع على الحد السادس هتساوي هشقلب 2 على -3. تمام. عندي هنا حدين متتاليين فطبق قانون النسبة. عندي هنا هقول نون اللي هو 11 ناقص الدليل الأصغر اللي هو الستة، هجمع عليها واحد على الستة مضروبة في الحد التاني على الحد الأول. الحد التاني اللي هو -2 ب على الحد الأول اللي هو 3 ألف هتساوي كام؟ 2 على -3. 11 ناقص 6 5. 5 زائد واحد 6. 6 على 6 فيها الواحد، يعني كل ده طلع لي بكام؟ واحد. فتبقى عندي -2 ب على 3 ألف هتساوي 2 على -3. من هنا ممكن نعمل مقص، يبقى انا عندي هنا سالب في سالب بموجب، يبقى 2 في 3 ب6 ب هتساوي 6. 3 في 2 ب6 يبقى 6 ألف. لو قسمت على الستة يبقى الب هتساوي الألف. هو عايز نسبة الألف على الب هتساوي 1 على 1 اللي هي بتساوي كام؟ 1. الاختيار رقم ج. السؤال التاني بيقولي إذا كان الجذرين التربيعيان للعدد المركب -7 زائد 26 ت على 5 ناقص 2 ت هما موجب أو سالب ألف زائد الب ت، حيث الألف والب عددين حقيقيين. عايز قيمة الألف زائد 2 ب بتساوي كام؟ عطيني عندي العدد ع هيساوي -7 زائد 26 ت على 5 ناقص 2 ت. فالعدد ده انا عايزه ابسطه، فاعمل ايه؟ انا ممكن اروح اضرب في مرافق المقام 5 زائد 2 ت، هنا 5 زائد 2 ت، يا اما اروح احط على الآلة. لو رحت هنا ضربت هضرب بسط ببسط ومقام في مقام، هنزل المقام عباره عن عددين مترافقين واضرب اول في اول وتاني في تاني. 5 في 5 25 ناقص 4 2 في 2 ب4 وت تربيع بسالب 1 فسالب في سالب بموجب. وعندي هنا -7 في 5 يديني -35. هنا -7 في موجب 2 ت يبقى -14 ت. هنا زائد 26 في 5 يديني هنا 130 وهنزل هنا الت. هنا زائد 26 في 2 وعندي ت في ت بت تربيع يديني هنا 52 ت تربيع، وت تربيع دي اصلا بكام؟ بسالب 1. يبقى انا عندي هنا -35 ناقص 52 هيديني هنا -87. -14 زائد 130 هيديني هنا 116 ت. 25 زائد 4 هيديني 29. يبقى انا عندي العدد ع هيساوي -87 على 29 زائد 116 على 29 ت. وان اقدر اقول ان العدد ع هيساوي -3 زائد كام؟ زائد 4 ت. يبقى انا كده وصلت للعدد ع بالتبسيط. فهو عايز الجذرين التربيعيين. انا عندي جذر ع هيساوي هنا -3 هيبقى جذر -3 زائد 4 ت، اللي هو انا ممكن ارفعه لكل اس نص. فانا دلوقتي عشان اجيب الجذرين التربيعيين محتاجه اجيب اللام ومحتاجه اجيب السين. عندي السين اللي هي بتساوي -3 واللام هتبقى عباره عن جذر تربيع س تربيع زائد الصاد تربيع. السين اللي هي الجزء الحقيقي والصاد اللي هي الجزء التخيلي. هيديني كام؟ هيديني 5. يبقى الجذرين ممكن استخدم موجب او سالب. هنا جذر اللام زائد السين على الاتنين، هنا الاشاره موجب يبقى هنا زائد جذر لام ناقص السين على الاتنين مضروبه في الت. يبقى انا عندي هنا موجب او سالب. هنا جذر اللام اللي هي ب5 ناقص 3 على 2، هنا زائد جذر 5 سالب في سالب بموجب 3 على 2 مضروبة في الت. يبقى موجب أو سالب. هنا هيبقى جذر 5 ناقص 3 2 على 2 فيها الواحد، فأنا ممكن أقول هنا واحد. هنا زائد 5 زائد 3 8 على 2 فيها الأربعة، جذر الأربعة ب2 يبقى 2 ت. يبقى الجذرين هيبقى موجب أو سالب 1 زائد 2 ت. فأنا لو رحت هنا قارنت بالجذرين اللي هو عطاهم لي هستنتج ان انا عندي الالف اللي هي بتساوي 1 والب هتساوي كام؟ هتساوي 2. المطلوب الف زائد 2 ب، يبقى هتساوي الالف اللي هو 1 زائد 2 مضروبة في 2 اللي هو هيساوي كام؟ هيساوي 5. الاختيار رقم الف. السؤال التالت بيقولي اذا كان نون تباديل الاتنين
ونون تباديل التلاتة ونون زائد الواحد تباديل التلاتة. قال لي في تتابع حسابي عايز قيمة النون بتساوي نقط. اول ما يقول لي في تتابع حسابي فانا على طول هروح اقول ان 2 في الحد الاوسط هيساوي الحد الاول زائد الحد الاخير. ده القانون اللي انا همشي عليه. يبقى 2 مضروبة في الحد الاوسط اللي هو هيبقى نون تباديل التلاتة هتساوي الحد الاول اللي هو نون تباديل الاتنين زائد الحد الاخير اللي هو نون زائد الواحد تباديل كام؟ تباديل التلاتة. طب هنا احنا ممكن نعمل ايه؟ لو انا رحت فكيت التباديل لمضاريب اقول 2 مضروبة في نون تباديل التلاتة عبارة عن مضروب اللي فوق اللي هو النون على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت اللي هو النون ناقص التلاتة هتساوي نون تباديل الاتنين مضروب اللي فوق اللي هو النون على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت النون ناقص اتنين. هنا زائد نون زائد الواحد تباديل التلاتة مضروب اللي فوق اللي هو النون زائد الواحد على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت يعني نون زائد الواحد ناقص التلاتة يديني نون ناقص الكام؟ نون ناقص الاتنين. كأني بقول واحد ناقص تلاتة سالب اتنين يبقى نون ناقص الاتنين. فهبتدي ان انا اوصل الكبير للصغير. يعني عندي 2 مضروبة فيه عندي هنا مضروب النون وهنا مضروب النون وهنا مضروب النون زائد الواحد فخليها عبارة عن النون في مضروب النون زائد الواحد قصدي في مضروب النون. يبقى هنا مضروب النون هنا هتساوي هخلي برضو في البسط مضروب النون هنا زائد نون زائد الواحد هنقص منها واحد يديني مضروب الكام؟ مضروب النون. هنا نون ناقص التلاتة وهنا نون ناقص اتنين ونون ناقص اتنين. هبتدي اوصل الكبير للصغير ومضروب النون ناقص التلاتة هتفضل زي ما هي وهنا هيبقى نون ناقص الاتنين مضروبة في مضروب النون ناقص التلاتة وهنا النون ناقص الاتنين مضروبة في مضروب النون ناقص الكام؟ التلاتة. ممكن اقسم هنا مضروب النون هيروح مع مضروب النون وهنا مضروب النون ناقص التلاتة هيروح مع مضروب النون ناقص التلاتة فتبقى عندي هنا 2 هتساوي واحد على نون ناقص الاتنين هنا زائد نون زائد الواحد على نون ناقص الكام؟ ناقص الاتنين. نكمل هنا يعني الاتنين هتساوي هنا تحت في المقام نون ناقص الاتنين وفوق في البسط نون زائد الكام؟ واحد واحد اتنين يبقى نون زائد اتنين. فكأن دي على الواحد فانا لو رحت عملت مقص يبقى انا عندي 2 نون ناقص الاربعة هتساوي النون زائد الكام؟ زائد الاتنين. نجمع النون لوحدها في طرف يبقى 2 نون ناقص النون هيديني النون وهنا 2 زائد 4 هيديني 6 يعني النون بتساوي كام؟ 6. الاختيار رقم ألف. السؤال الرابع بيقولي النون ناقص الواحد توافيق الستة زائد نون ناقص الواحد توافيق السبعة أكبر من نون توافيق الستة إذا كان لما النون تكون أكبر من كام؟ طيب نلاحظ هنا في حالة الجمع العلم هو العلم والدليل عبارة عن عددين متتاليين فأنا ممكن أروح أطبق قانون الجمع فهزود هنا النون ناقص الواحد هزود على الأس واحد واخد توافيق الدليل الأكبر اللي هو الكام؟ اللي هو السبعة هتكون أكبر من نون توافيق الستة فالموجب واحد هيروح مع سالب واحد فعندي هنا نون توافيق السبعة أكبر من نون توافيق الستة. ممكن نقسم على نون توافيق الستة يبقى نون توافيق السبعة على نون توافيق الستة أكبر من الكام؟ أكبر من الواحد. نطبق هنا بقى قانون النسبة. هقول نون ناقص الدليل الأكبر اللي هو السبعة زائد الواحد على الدليل الأكبر اللي هو السبعة أكبر من الواحد. يبقى هنا نون سالب سبعة زائد الواحد يديني هنا سالب ستة على السبعة أكبر من الواحد. فممكن أعمل مقص يعني أنا أقول نون ناقص الستة هتبقى أكبر من السبعة دي موجودة هنا اسمها فتروح الناحية التانية ضرب يبقى هنا سبعة يعني النون أكبر من هنودي الستة الناحية التانية وعكس الإشارة أكبر من الكام؟ التلاتاشر اللي هو الاختيار رقم ج. السؤال الخامس بيقولي إذا كان مضروب السين ناقص التلاتة مضروبة في س تباديل التلاتة هتساوي 20 مضروبة في س ناقص النون عايز قيمة السين بتساوي كام؟ طيب هنا ممكن نقول نعمل ايه؟ لو انا نزلت هنا مضروب السين ناقص التلاتة وحولت هنا التباديل حولتها فكيتها يعني س تباديل التلاتة متبدلة كم مرة؟ 3 مرات. فاقول مضروبة في السين مضروبة في س ناقص الواحد مضروبة في س ناقص الكام؟ ناقص الاتنين هتساوي 20. هنا مضروب السين ناقص اتنين وصله مضروب السين ناقص التلاتة فاقول مضروبة هنا س ناقص اتنين مضروبة في مضروب السين ناقص الكام؟ التلاتة. وممكن اقسم على مضروب السين ناقص التلاتة تمام. وهنا السين ناقص اتنين برضو هنا هقسم عليها فتروح مع بعض يبقى اتبقى عندي س مضروبة في س ناقص الواحد هتساوي الكام؟ هتساوي 20. ممكن هنا اوزع السين جوه بقى عندي س تربيع ناقص السين ندخل 20 الناحية التانية بعكس الاشارة هتساوي الصفر. ممكن هنا نعمل ايه؟ معادلة من الدرجة التانية فاروح احللها عددين هنا س وهنا س حاصل ضربهم 20 والفرق ما بينهم 1
4 بخمسة ب20، 4 وهنا 5. ده سالب، فالكبير ياخد إشارة الحد الأوسط والتاني عكس الإشارة، يعني منها إن السين هتساوي 5، منها إن السين هتساوي كام؟ -4. فطبعا بالنسبة لي -4 هنا هتكون مرفوضة، مينفعش السين هنا تكون سالب، فالسين هتساوي كام؟ السين هتساوي 5، الاختيار رقم ج. السؤال السادس بيقولي إذا كان عين واحد وعين اتنين عبارة عن عددين مترافقان، قال لي وهيعطيني ساعة عين واحد 3 سيتا ناقص 110، وساعة عين اتنين عبارة عن 2 سيتا زائد 50. عايز السيتا بتساوي كام؟ هو أول حاجة هو اللي قال لي إن العددين دول مترافقين، فلو عندي ساعة الأول اسمها سيتا يبقى ساعة التاني اسمها سالب سيتا، فهقول يبقى أنا عندي ساعة عين الأول عين واحد هتساوي سالب ساعة العدد عين اتنين، يبقى 3 سيتا ناقص 110 هتساوي سالب ساعة العدد التاني اللي هو 2 سيتا زائد الكام؟ زائد 50. ممكن هنا نوزع السالب جوه، يبقى أنا عندي 3 سيتا ناقص 110 هتساوي سالب 2 سيتا ناقص الكام؟ ناقص 50. هنجمع السيتا لوحدها في طرف، فدي تروح الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى أنا عندي 5 سيتا هتساوي سالب 50 زائد 110 يديني كام؟ يديني 60. فهقسم على 5، فهتطلع إن السيتا هتساوي 60 على 5 اللي هي بتساوي كام؟ بتساوي 12. هو عايزها بالتقدير الدائري، فهضربها في باي على 180 هتطلع إن هي بتساوي كام؟ باي على 15. الإجابة رقم د. السؤال السابع بيقولي إذا كان نون توافيق 7 مضروبة في نون توافيق 5 أكبر من أو تساوي نون توافيق 6 مضروبة في نون توافيق 4، وقال لي إن النون تنتمي للأعداد الصحيحة الموجبة، عايز النون أكبر من أو تساوي كام؟ طيب أنا عندي هنا نون توافيق 7، فأنا لو قسمت هنا على نون توافيق 6 أكبر من أو تساوي هنا نون توافيق 4 هقسم على نون توافيق 5، فأصبح عندي إن هنا عددين متتاليين، الدليل عددين متتاليين، فطبق قانون النسبة عبارة عن نون ناقص الدليل الأكبر اللي هو 7 زائد الواحد عدد الدليل الأكبر اللي هو 7 أكبر من أو تساوي. هنا هطبق القانون بس من تحت، هنا نون ناقص الدليل الأكبر اللي هو 5 زائد الواحد على الدليل الأكبر اللي هو الكام؟ 5. فهنا يبقى عندي نون سالب 7 زائد 1 يديني سالب 6 على 7 أكبر من أو تساوي هنا 5 سالب 5 زائد الواحد، يبقى هنا نون ناقص الكام؟ ناقص 4. ممكن هنا اعمل مقص، يبقى انا عندي نون ناقص 6 مضروبة في نون ناقص 4 هتساوي قصدي اكبر من او تساوي 7 في 5 يديني 35. هنضرب هنا اول في اول واول في تاني وتاني في تاني وتاني في اول، نون في نون، يبقى انا عندي هنا نون تربيع ناقص 4 نون ناقص 6 نون، هنا ناقص سالب في سالب بموجب 24 اكبر من او تساوي كام؟ 35. يبقى انا عندي نون تربيع هنا سالب 10 نون، ودي دي الناحية التانية بعكس الإشارة يديني هنا سالب 11 أكبر من أو تساوي الكام؟ الصفر. هنا ممكن نحلل أكبر من أو تساوي الصفر، هنا نون وهنا كام؟ نون، عددين حصل ضربهم 11 والفرق ما بينهم 10. 11 في كام؟ في 1. هنا ده الإشارة سالب، فالكبير ياخد إشارة الحد الأوسط والصغير عكس الإشارة، يعني أنا عندي نون ناقص 11 أكبر من أو تساوي الصفر، وعندي نون زائد الواحد أكبر من أو تساوي الصفر، ومنها ان النون اكبر من او تساوي 11، وهنا النون اكبر من او تساوي سالب 1 ودي بالنسبه لي مرفوضه، يبقى النون اكبر من او تساوي 11 اللي هو الاختيار رقم أ. السؤال الثامن بيقولي اذا كان الحد الخامس في مفكوك 2 س ناقص الواحد على س تربيع لكل اس ن، قال لي حسب قوه س التنازليه والحد الخالي من س، عايز قيمه ن بتساوي كام؟ طب هنروح نجيب الحد الخامس. انا عندي الرا هنا بتساوي كام؟ الرا بتساوي 4، هنقول بتساوي عباره عن نون توافيق الرا، نون توافيق الرا اللي هي كام؟ 4 في الحد التاني اللي هو سالب 1 على س تربيع الكل أس ر اللي هي الكام؟ 4 في الحد الأول 2 س أس الفرق ما بينهم اللي هو أس ن ناقص الكام؟ ناقص 4. ممكن هنا نقول يبقى أنا عندي نون توافيق 4 مضروبة في سالب 1 الكل أس 4 مضروبة في س، عندي تحت في المقام أس موجب فتطلع فوق في البسط أس كام؟ سالب، وعندي هنا 4 يديني هنا سالب 8 مضروبة في 2 الكل أس كام؟ ن ناقص 4 مضروبة في السين أس كام؟ ن ناقص 4، يبقى هيساوي ن توافيق 4 مضروبة في سالب 1 أس 4، عندي هنا الأس زوجي فهياكل السالب فهنا يبقى بواحد مش مهم، مضروبة في 2 الكل أس كام؟ كل أس ن ناقص 4 مضروبة في عندي هنا س وهنا س، عند الضرب بعمل ايه؟ بجمع الأسس يديني س كأني بقول ن ناقص 4 ناقص الكام؟ 8 يديني ن ناقص 12، يبقى س أس ن ناقص 12. ده بالنسبة لي عبارة عن أس المتغير، هو عايز الحد الخالي
من س، فهاخده اساويه بالكام؟ بالصفر. يبقى ن ناقص ال 12 هتساوي الصفر، ومنها ان النون هوديها الناحية التانية بعكس الاشارة، يعني النون بتساوي كام؟ 12. يبقى الاختيار رقم ج. السؤال التاسع بيقول لي اذا كان ا ه اس 2 س ت زائد ب ه اس سالب 2 س ت بتساوي 4 جتا 2 س ناقص 6 ت جا 2 س، فإن قيمة عايز الألف والب، حيث الألف والب عبارة عن عددين حقيقيين. طيب أول حاجة أنا عندي هنا الألف ه أس 2 س ده عبارة عن صورة مثلثية. طب احنا لو رحنا حولناه لصورة الصورة أسية قصدي، فلو رحنا حولناه لصورة مثلثية، عندي المقياس هنا اللي هو ألف، والزاوية عندي 2 س، يبقى ألف جتا 2 س زائد ت جا 2 س. هنا زائد، هنا المقياس برضو ب، وهنا الزاوية عندي سالب 2 س، يبقى جتا سالب 2 س زائد ت جا سالب 2 س. هو قال لي ان ده بيساوي 4 جتا 2 س ناقص 6 ت جا 2 س. ممكن هنا نوزع الالف ده جوه القوس، يبقى انا عندي الف جتا 2 س زائد الف ت جا 2 س، هنا زائد ب جتا، احنا عارفين ان الجتا بتاكل الاشاره، يبقى جتا 2 س، وهنا الجت تطرده بره، يبقى سالب ب مضروبه في الت جا 2 س هتساوي 4 جتا 2 س ناقص 6 ت جا 2 س. انا عندي هنا جتا 2 س وهنا جتا 2 س، فلو خدنا جتا 2 س عامل مشترك بقى لي الف زائد الب، هنا زائد الف ت جا 2 س وهنا ب ت جا 2 س، فلو خدت ت جا 2 س عامل مشترك اتبقى لي الالف ناقص الب ت جا 2 س هتساوي 4 جتا 2 س ناقص 6 ت جا 2 س. هبتدي ان انا اساوي العدد الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي، فهنا جتا 2 س وهنا جتا 2 س، فهساوي الالف زائد الب، هقول ان هي بتساوي 4 ونسمي دي المعادله رقم 1. وهنا التخيلي مع التخيلي، هنا ت جا 2 س وهنا ت جا 2 س، يبقى الالف ناقص الب هتساوي كام؟ سالب 6، هنسمي دي المعادله رقم 2. طب لو روحنا حلينا المعادله 1 و2 مع بعض بالحذف، موجب ب هتروح مع سالب ب، الف والف يديني 2 الف، هتساوي 4 ناقص 6 يديني سالب 2، هنقسم على الاتنين يديني ان الالف بتساوي كام؟ سالب 1. هاخدها واروح اعوض في اي معادله، هطلع قيمه الب، فالب هتطلع معايا بكام؟ ب5. المطلوب قيمه الالف في الب، الالف سالب 1 مضروبه في ال5 يبقى هتساوي سالب 5، يبقى الاختيار رقم ج. السؤال العاشر بيقول لي اذا كان عين واحد عباره عن جتا سيتا 1 زائد ت جا سيتا 1 حيث السيتا قال لي اكبر من الصفر واقل من باي على 2، وعين 2 عباره عن جتا سيتا 2 زائد ت جا سيتا 2 حيث سيتا 2 اكبر من الصفر واقل من باي على 2، وعاطيني عين 1 اس سالب 4 وعين 2 اس 3 بتساوي الواحد. عايز سيتا 1 على سيتا 2 هتساوي كام؟ فانا دلوقتي هشتغل على العلاقه اللي هو عطاهالي، بس انا محتاجه اجيب عين 1 اس سالب 4. كنت بعمل ايه؟ كنت برفع المقياس لنفس الأس وبضرب الساعة بضربها في الأس، يبقى أنا عندي هنا جتا سالب 4 سيتا 1 زائد ت جا سالب 4 سيتا 1، ده بالنسبة لعين 1 أس سالب 4. طيب عندي عين 2 أس 3، قلنا هي هتساوي جتا 3 سيتا 2 زائد ت جا 3 سيتا 2. المطلوب عين 1 أس سالب 4 مضروبة في عين 2 أس 3 هتساوي الكام؟ هتساوي الواحد. فلو رحت هنا ضربت العددين المركبين دول في بعض، لما كنت باجي بضرب كنت بعمل ايه؟ كنت بجمع الساعتين. يعني انا عندي جتا سالب 4 سيتا 1 هنا زائد 3 سيتا 2، هنا زائد ت جا هنزل نفس الساعة سالب 4 سيتا 1 زائد 3 سيتا 2. هو قال لي ان كل ده بيساوي الكام؟ بيساوي 1. طيب الواحد ده عبارة عن ايه؟ لما يكون عندي عدد حقيقي موجب كنت بقول ان الزاوية بتاعته بصفر، يعني اقول ان انا عندي جتا صفر زائد ت جا كام؟ جا صفر، فهاخد الساعة دي وهساويها بالكام؟ وهساويها بالصفر، يبقى سالب 4 سيتا 1 زائد 3 سيتا 2 هتساوي الصفر. نودي دي الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى 4 سيتا 1 هتساوي سالب 3 سيتا 2، السالب هيروح مع السالب، يبقى 4 سيتا 1 هتساوي 3 سيتا 2. المطلوب سيتا 1 على سيتا 2 يبقى هتساوي كام؟ هنا 4 وهنا 3، يبقى 3 على 4، الاختيار رقم ب.
السؤال رقم 11 بيقولي إذا كان الواحد والأوميجا والأوميجا تربيع هي الجذور التكعيبية للواحد الصحيح، وكانت السين عبارة عن 1 على 1 زائد أوميجا ت، والصاد عبارة عن أوميجا زائد الت على 1 زائد أوميجا تربيع ت، عايز السين ناقص الصاد بتساوي كام؟ هنروح نقول إن السين ناقص الصاد هتساوي، هطرح السين من الصاد 1 على 1 زائد أوميجا ت، هنا ناقص أوميجا زائد الت على 1 زائد الأوميجا تربيع مضروبة في الت. طيب لو رحنا هنا وحدنا المقامات، فاقول هنا هتساوي، هضرب هنا المقامين دول هضربهم في بعض، يبقى انا عندي 1 زائد اوميجا ت مضروبة في 1 زائد اوميجا تربيع ت، وهنا 1 في 1 زائد اوميجا تربيع ت، 1 زائد اوميجا تربيع ت، هنا هتبقى مضروبة في ناقص 1 زائد اوميجا ت مضروبة في اوميجا زائد الكام؟ زائد الت، هيساوي هنا فوق في البسط 1 زائد اوميجا تربيع ت، هنا ناقص 1 هنضرب اول في اول واول في تاني وتاني في اول، 1 في اوميجا يديني اوميجا زائد الت، هنا زائد اوميجا تربيع مضروبة في الت زائد اوميجا مضروبة في ت تربيع مثلا على كام؟ هنا 1 في 1، هنا 1 زائد اوميجا تربيع ت زائد اوميجا ت زائد اوميجا اس 3 ت تربيع. تعالوا هنا نختصر، عندي ت تربيع دي عبارة عن -1، واوميجا اس 3 دي اصلا بكام؟ دي ب1، فده -1 وده -1، فالاتنين دول هيروحوا مع بعض، فتبقى عندي هنا وده -1 ومضروب في الاوميجا، يبقى انا عندي هنا في البسط 1 زائد اوميجا تربيع ت، هنا ناقص الاوميجا، ناقص تبقى ناقص بقى السالب هيتوزع معايا، يبقى ناقص ت ناقص اوميجا تربيع ت، هنا ناقص الاوميجا، تمام، على هنا تحت في المقام اوميجا تربيع ت زائد اوميجا ت، هنا سالب اوميجا تربيع هتروح مع موجب اوميجا تربيع، وسالب اوميجا ده هيبقى موجب اوميجا، هنا سالب اوميجا وهنا سالب في سالب بموجب، فده هنا موجب فيروح مع السالب، فبقى عندي هنا فوق في البسط هنا 1 ناقص الكام؟ الت، لو سحبت الت هعمل مشترك اوميجا تربيع زائد الاوميجا اللي هي اصلا عبارة عن كام؟ -1، فانا عندي هنا 1 ناقص الت على سالب ت. ممكن هنا عايزة ابسطها فاروح اضرب في مرافق المقام اللي هو الت، يا اما اخدها على الآلة فهتطلع لي ان هي بتساوي كام؟ ت زائد الواحد اللي هو الاختيار رقم أ. السؤال 12 بيقولي إذا كان مجموع معاملات الحدود من مفكوك أ تربيع س تربيع ناقص 2 أ س زائد الواحد الكل أس 51 بيساوي 0، عايز قيمة الألف بتساوي كام؟ احنا كنا خدنا قبل كده أول ما يقولي مجموع معاملات الحدود كنت بشيل أي س وأحط بدلها كام؟ 1، يبقى أنا عندي أ تربيع مضروبة في الواحد بأ تربيع ناقص 2 أ واحد ناقص 2 أ زائد الواحد الكل أس كام؟ 51 هيساوي الصفر. فلو خدت الجذر يديني هنا أ تربيع ناقص 2 أ زائد الواحد هتساوي الكام؟ هتساوي الصفر. فلو رحت هنا حللت هحلل هنا القوسين، هنا أ وهنا أ، عددين حاصل ضربهم 1 ومجموعهم 2، 1 في 1 ومجموعهم 2، ده موجب فالاتنين ياخدوا نفس إشارة الحد الأوسط، ومنها إن الألف هتساوي كام؟ 1، الاختيار رقم ج. السؤال رقم 13 بيقول لي أ على أوميجا ناقص أ على أوميجا تربيع زائد 3 أ على أوميجا أس 4 ناقص 3 أ على أوميجا أس 5، كل ده مرفوع لكل أس 2 هيساوي كام؟ طيب أول حاجة أنا عندي أوميجا أس 3 المفروض إن هي بتساوي كام؟ بتساوي 1، فأنا لو رحت هنا ضفت أوميجا أس 3 كأني بضرب في 1 وما عنديش فيها مشكلة، تمام؟ طيب عندي هنا لما أجي أقسم تمام مفيش مشكلة، بس هنا أوميجا أس 4، طب ما احنا عارفين إن أوميجا أس 4 هي أوميجا، وهنا عندي أوميجا أس 5، طب ما أوميجا أس 5 هي أوميجا كام؟ أوميجا تربيع. فتعالوا هنا بقى نعوض، يبقى أنا عندي أ أوميجا أس 3 على أوميجا، هنا ناقص أ أوميجا أس 3 على أوميجا تربيع زائد 3 أ أوميجا أس 3 على الأوميجا، شلت الأوميجا أس 4 وحطيت بدلها أوميجا، ناقص 3 أ أوميجا أس 3 على أوميجا أس 5 هشيلها وأحط بدلها أوميجا تربيع، كل ده مرفوع لكل أس 2، يبقى هنا هيساوي عندي هنا أ أوميجا أس 3 على أوميجا، عند القسمة بعمل ايه؟ بطرح الأسس يديني أوميجا أس 2، هنا ناقص أ أوميجا أس 3 على أوميجا أس 2 يديني أوميجا زائد 3 أ أوميجا أس 3 على أوميجا يديني أوميجا تربيع، هنا ناقص 3 أ أوميجا أس 3 على أوميجا أس 2 يديني أوميجا، كل ده مرفوع لكل أس كام؟ لكل أس 2.
فهنا ممكن اقول اوميجا الف اوميجا تربيع مع 3 الف اوميجا تربيع، كأني بقول 1 زائد 3 يديني 4 الف اوميجا تربيع. هنا سالب اوميجا مع سالب 3 الف اوميجا، فسالب 1 ناقص 3 يديني سالب 4 الف اوميجا. كل ده مرفوع لكل اس 2. طيب مش انا ممكن اخد 4 الف عامل مشترك؟ لو خدت 4 الف عامل مشترك اتبقى لي هنا اوميجا تربيع ناقص الاوميجا، كل ده مرفوع لكل اس 2. فالتربيع ده هيتوزع علينا 4 تربيع ب16، وهنا الف تربيع، واوميجا تربيع ناقص اوميجا يديني كام؟ موجب او سالب جذر 3 ت. الكل كام؟ الكل تربيع، يبقى يساوي 16 الف تربيع. هنا التربيع ده ياكل السالب، جذر 3 تربيع ب9 يبقى مضروبة في 9، وهنا ت تربيع يبقى هتساوي 16 في 9 يديني 48 الف تربيع، وعندي ت تربيع دي بكام؟ بسالب 1، يبقى اضرب في سالب، يبقى الاجابة سالب 48 الف تربيع، الاختيار رقم الف. السؤال 14 بيقولي اذا كانت عين 1 بتساوي 4 هي اس 5 واي على 6 ت، وعطيني عين 2 بتساوي كام ت، عايز جذر عين 1 في عين 2 بيساوي كام. طيب انا عندي هنا عين 1 هو على الصورة المثلثية، على الاسطورة الأسية قصدي، لازم اخليها على الصورة المثلثية. فانا عندي عين 1 هتساوي المقياس عندي ب4 والزاوية عندي 5 باي على 6، فهضرب 5 في 180 على 6 يديني 150، يبقى 4 جتا 150 زائد ت جا 150. وعندي هنا العدد عين 2 هتساوي، هو هنا بيساوي ت، لما يكون عندي عدد تخيلي موجب يبقى الزاوية بتاعتي ب90، يبقى جتا 90 زائد ت جا كام؟ جا 90. تعالوا نجيب الاول عين 1 مضروبة في عين 2. 4 هنا لما يكون عندي عددين مركبين مضروبين في بعض كنت بضرب المقياسين، 4 في 1 ب4 وبجمع الساعتين، يبقى انا عندي جتا 150 زائد 90 يديني 240 زائد ت جا كام؟ 240. طبعا بالنسبة لي الزاوية دي كبيرة فاروح اطرح منها 360، يبقى انا عندي عين 1 مضروبة في عين 2 هتساوي الاربعة تنزل زي ما هي، وهنا هتبقى جتا سالب 120 زائد ت جا كام؟ سالب 120. ممكن هنا نحولها لصورة جبرية عشان اقدر اجيب الجذور. يبقى عين 1 عين 2 هتساوي، هضرب هنا الاربعة دي جوه القوس، 4 في جتا سالب 120 هيديني سالب 2، هنا 4 في جا سالب 120 يديني سالب 2 جذر 3 وانزل الكام؟ الت. هو المطلوب جذر عين 1 في عين 2 فهتساوي جذر سالب 2 ناقص 2 جذر 3 ت، اللي هو كأنها مرفوعة لكل أس كام؟ لكل أس نص، يعني سالب 2 ناقص 2 جذر 3 ت الكل أس كام؟ الكل أس نص. هنا عشان أجيب الجذرين تربيعيين بقى لازم أجيب اللام وأجيب السين. عندي السين هتساوي كام؟ سالب 2. طيب اللام هيبقى عبارة عن جذر التربيع س تربيع زائد الصاد تربيع، س تربيع اللي هو بيمثل لي الجزء الحقيقي، والصاد تربيع بيمثل لي الجزء التخيلي، يبقى سالب 2 جذر 3 لكل تربيع. لو حسبتها الاقي ان هي بتساوي كام؟ 4. يبقى اطبق بقى في القانون موجب او سالب، هنا جذر لام زائد السين على الاتنين زائد، لا هنا الاشارة ناقص تبقى ناقص جذر هنا اللام ناقص السين على الاتنين مضروبة في الت، يبقى موجب او سالب هنا جذر اللام بكام؟ اللام ب4 زائد السين سالب 2 اديني هنا سالب 2 على الاتنين، هنا ناقص جذر اللام ب4 سالب في سالب بموجب 2 على الاتنين مضروبة في الت، يبقى موجب او سالب 4 ناقص 2 2، هنا على الاتنين فيها الواحد، جذر الواحد بكام؟ ب1. 4 على الاتنين فيها 6 6 على 2 في 3، جذر 3 بجذر 3 ت، يبقى موجب او سالب 1 ناقص جذر 3 ت اللي هو الاختيار رقم ب. السؤال 15 بيقولي اذا كان نون توافيق الر الى نون ناقص الواحد توافيق الر بتساوي 3 لواحد، فان مضروب الاربعة نون على الر بتساوي كام؟ طيب انا عندي هنا توافيق مقسومة على توافيق، فهحولها لايه؟ هحولها لمضاريب، فيبقى عبارة عن مضروب اللي فوق اللي هو النون على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت اللي هو النون ناقص الر مضروبة في مضروب الر، يعني حولناها لتباديل وبعد كده مضاريب. هقول هنا على مضروب اللي فوق اللي هو النون ناقص الواحد على مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت، نون ناقص الواحد ناقص الر على هنا مضروبة في مضروب اللي تحت هتساوي 3 لكام؟ 3 لواحد. طيب مش انا ممكن احول علامة القسمة دي لضرب بس بشرط ان انا اشقلب، اقول يبقى انا عندي هنا مضروب النون على مضروب النون ناقص الر مضروبة في مضروب الر في، هشقلب هنا
نون ناقص الر ناقص الواحد. ظبطت بس شكلها على مضروبة في مضروب الر على مضروب النون ناقص الواحد هتساوي كام؟ 3 ل1. فمضروب الر هيروح مع مضروب الر، هبتدي ان انا اوصل الكبير للصغير. انا عندي هنا الكبير اللي هو مضروب النون، فالنون هطلعها بره مضروبة في مضروب النون ناقص الواحد. هنا في وهنا عندي يبقى مضروب النون ناقص الواحد، هنا مضروب النون ناقص الر ناقص الواحد. هنا هتساوي 3 ل1، وهنا مضروب النون ناقص الر يبقى نون ناقص الر، وهنقص منها واحد، نون ناقص الر ناقص الكام؟ الواحد. فده هيروح مع ده، وهنا ده هيروح مع ده، فأصبح عندي نون على نون ناقص الر هتساوي كام؟ 3 ل1. فممكن أعمل هنا مقص عادي، يبقى النون هتساوي 3 نون ناقص 3 ر. نودي دي الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى أنا عندي 2 نون هتساوي كام؟ هتساوي 3 ر. فممكن أقول إن النون على الر، لأن أنا هنا محتاجة النون على الر، هتساوي كام؟ 3 على كام؟ 3 على 2. يبقى إذا بقى المطلوب 4 مضروبة في مضروب 4 قصدي مضروب ال4 في نون على الر، هتساوي هنا مضروب 4 نون على الر اللي هي كام؟ 3 على 2، اللي هو هيساوي مضروب ال6 اللي هو هيساوي كام؟ 720. الاختيار رقم ج. سؤال 16 بيقولي إذا كان م زائد س الكل أس ن بيساوي 3 أ زائد 6 أ س زائد 5 أ س تربيع زائد نقط زائد س أس ن، عايز قيمة الميم زائد النون زائد الألف بتساوي كام؟ فأنا عندي هنا مفك، هروح أفكه عايز أجيب الحد الأول والتاني والتالت، وبعد كده نبقى نقارن. ماشي. فالحد الأول هيبقى عبارة عن نون توافيق الصفر مضروبة في الحد التاني أس صفر، في الحد الأول اللي هو ميم أس الفرق ما بينهم نون ناقص الصفر لكل أس كام؟ نون، زائد الحد التاني هيبقى عبارة عن نون توافيق الواحد مضروبة في الحد التاني أس واحد في الحد الأول أس الفرق ما بينهم اللي هو النون ناقص الواحد. هنا زائد الحد التالت بقى هيبقى نون توافيق الاتنين في الحد التاني أس ر اللي هو 2 في الحد الأول اللي هو م أس الفرق ما بينهم اللي هو النون ناقص الكام؟ 2. فهنا أي حاجة أس صفر بواحد، وهنا النون توافيق الصفر دي بكام؟ بواحد. يعني أنا عندي الحد الأول م أس ن، فلو رحت قارنت يبقى أنا عندي 3 أ هتساوي م أس ن، هنسمي دي المعادلة رقم 1. تعالوا هنا هنقارن الحد التاني، عندي هنا نون توافيق الواحد مضروبة في السين أس واحد مضروبة في م أس النون ناقص الواحد هتساوي كام؟ هتساوي 6 أ س. هنا السين هتروح مع السين، نون توافيق الواحد هنا بنون مضروبة في م أس نون ناقص الواحد هتساوي كام؟ هتساوي 6 أ. هنسمي دي المعادلة رقم 2. تعالوا هنا نقارن الحد التالت اللي هو نون توافيق الاتنين مضروبة في س أس 2 مضروبة في م أس نون ناقص الاتنين هساويها ب 5 أ س تربيع. س تربيع هتروح مع س تربيع، يبقى أنا عندي نون توافيق الاتنين مضروبة في م أس نون ناقص الاتنين هتساوي 5 أ، وهنسمي دي المعادلة رقم 3. طيب لو احنا هنا فكرنا رحنا قسمنا المعادلة 2 على المعادلة 1، يبقى أنا عندي هنا نون مضروبة في م أس نون ناقص الواحد على م نون هتساوي 6 أ على 3 أ. فهنا النون هتنزل، وهنا م هنا عند القسمة بعمل ايه؟ بطرح الأسس، يبقى نون ناقص الواحد ناقص النون، فموجب نون هتروح مع النون يتبقى لي -1، يعني كأني اللي هي تحت في المقام، يبقى نون على الميم هتساوي الألف هتروح مع الألف 6 على 3 فيها الاتنين، فأنا وصلت إن النون على الميم بتساوي كام؟ بتساوي الاتنين. طيب لو رحنا هنا اشتغلنا على المعادلة 3، يبقى أنا عندي هنا نون توافيق الاتنين مضروبة في الميم، مش أنا من هنا أقدر أقول إن النون على الاتنين هتساوي الميم، فهشيل الميم دي واحط بدلها نون على الاتنين لكل أس كام؟ لكل أس نون ناقص الاتنين هتساوي 5 أ. بس برضه ما وصلناش حاجة، بس أنا ممكن نعمل حاجة تانية، ممكن نقسم المعادلة 3 على المعادلة مثلا 1.
فاقول يبقى انا عندي هنا نون توافيق الاتنين مضروبة في ميم الكل اس نون ناقص الاتنين، هنا على المعادلة واحد اللي هي ميم اس نون هتساوي كام؟ هنا 5 ألف على 3 ألف، الألف هيروح مع الألف، يبقى أنا عندي هنا نون توافيق الاتنين، هنا عند القسمة بطرح الأسس، يبقى نون ناقص الاتنين ناقص النون، فهنا هتروح مع بعض، يبقى لي هنا ميم أس اتنين، ماشي. هتساوي كام؟ هتساوي 5 على 3. ممكن هنا نفك التوافيق، عبارة عن نون تباديل الاتنين على مضروب الاتنين. ممكن نفك التباديل كمان، يعني نون مضروبة في النون ناقص الكام؟ ناقص الواحد، بدلت مرتين على مضروب الاتنين اللي هو بكام؟ باتنين، مضروبة في ميم أس سالب اتنين، طلعها فوق، هنا هتساوي 5 على 3. يبقى أنا عندي نون مضروبة في النون ناقص الواحد على الاتنين، مضروبة في الميم، ممكن أشيل الميم وأحط بدلها نون على الاتنين، يبقى نون على الاتنين الكل أس كام؟ كل أس سالب اتنين هتساوي 5 على 3. ممكن هنا نظبط الشكل شوية، يبقى أنا عندي هنا ممكن هنا أقول لو وزعنا هنا النون، نون تربيع ناقص النون على الاتنين، هنا مضروبة في اتنين على نون الكل كام؟ الكل تربيع، يعني هنا شقلبت هتساوي كام؟ هتساوي 5 على 3. يبقى أنا عندي هنا هضرب بسط في بسط ومقام في مقام، يبقى نون تربيع ناقص النون على الاتنين، هنا كل ده هضربه في الكام؟ 2 تربيع ب4، هنا 2 مضروبة في الكام؟ مضروبة في النون، وعندي هنا تربيع هتساوي 5 على 3. مش انا هضطر بس امسح الجزء ده عشان انا ما عنديش مكان. هنا يبقى انا عندي هنا انا وصلت، انا ضربت بسط في بسط ومقام في مقام، يعني انا عندي نون تربيع ناقص النون على الاتنين مضروبة في هنا 2 على النون الكل كام؟ الكل أس 2 هتساوي 5 على 3. فضربنا هنا نون تربيع ناقص النون، هنا 2 تربيع بكام؟ ب4، يبقى مضروبة في 4 على 2 نون تربيع هتساوي كام؟ هتساوي 5 على 3. هنا ممكن نضرب مقص، يبقى انا عندي 4 في 3 ب12 مضروبة في نون تربيع ناقص النون هتساوي 2 في 5 ب10 نون تربيع. ممكن نوزع ال12 جوه القوس، يبقى 12 نون تربيع ناقص 12 نون، هنا ناقص 10 نون تربيع هتساوي 0. 12 ناقص 10 يديني 2 نون تربيع ناقص ال12 نون هتساوي كام؟ هتساوي 0. ممكن هنا ناخد ال2 نون عامل مشترك، فبقى نون ناقص 6 هتساوي كام؟ هتساوي 0. لو قسمنا هنا هوصل ان انا عندي ان النون ناقص 6 هتساوي 0، فالنون بتساوي 6. طلعت النون بتساوي 6، مش هنقدر اعوض هنا، فالعلاقة دي هطلع قيمة الميم، يعني اذا عندي الميم هتساوي 6 على 2 فيها الكام؟ فيها 3. يبقى وصلت للميم، جبتها بكام؟ الميم ب3. مش هقدر اوصل للالف، هوصل لها من المعادلة الاولى. انا عندي هنا المعادلة الاولى كان بتقول ايه؟ كان بتقول ان انا عندي ميم اس نون هتساوي 3 الف، فهنا الميم اللي انا جبتها بكام؟ اللي انا جبتها ب3، فاعوض عنها ب3، والنون اللي انا جبتها بكام؟ ب6، يبقى 3 اس 6 هتساوي 3 اس الف. انا عايزه اجيب قيمه الالف، فاقسم على كام؟ على 3، يعني 3 اس 6 وهنا على 3 دي كانها اس 1، فعند القسمه بعمل ايه؟ بطرح الاسس يديني 3 اس 5. فهو عايز قيمه الميم زائد النون زائد الالف، يبقى هتساوي الميم بكام؟ الميم ب3 زائد النون ب6 زائد الالف اللي هي 3 اس 5، يبقى هتساوي 252 اللي هو الاختيار رقم د. سؤال 17 بيقول لي مكتب بيه 9 رجال و6 سيدات، قال لي يراد تكوين لجنة من 5 أشخاص أغلب أعضائها من السيدات ولا تخلو من الجنسين، عايز عدد اللجان التي يمكن تكوينها. طيب أنا دلوقتي هستخدم اختيار فتوافيق، هستخدم توافيق. أنا عندي 9 رجال وعندي 6 سيدات، قال لي عايز أكون لجنة من 5 أشخاص على الأغلب. أول ما يقول لي أغلب يبقى أنا عندي هنا 4 أو كام؟ أو 3. فقلنا انا هستخدم الاول انا عندي 6 سيدات، يبقى 6 توافيق ال3 هم كلهم 5، يبقى فاضل على 5 2 واللي هي فيه
الرجال كام؟ 9 توافي الاتنين. يبقى كده كونت خمس اشخاص، وهنا لا تخلو من الجنسين يعني فيها رجال وسيدات. او اللي هي زائد ممكن اكون، انا عندي السيدات 6 4، يبقى 6 توافي الاربعة، واللي هي فيه الرجال 9 توافي الكام اتبقى على 5 1، يبقى 9 توافي الواحد. لو جينا حسبناها لقينا بتساوي 855، الاختيار رقم د. السؤال رقم 18 بيقولي في الشكل المقابل إذا كان معيار عين واحد هتساوي معيار عين اتنين هتساوي اللام، فإن عين اتنين بتساوي نقط. طيب أنا لو جيت اشتغلت على العين واحد هلاقي إن هي في الربع الأول. في الربع الأول أنا عندي السين موجب والصاد كذلك موجب، فأنا لو فرضت إن أنا عندي هنا عين واحد السين موجب يبقى س زائد ت صاد، السين موجب والصاد موجب. طيب هنا بالنسبة لعين اتنين عندي اللي هي موجودة في الربع الكام؟ في الربع التاني. في الربع التاني عندي هنا السين سالب والصاد هنا موجب، يبقى اقول سالب س زائد ت صاد. فهو عايز عين اتنين يمكن ان تساوي ايه من الاختيارات، فانا هروح اجرب الاختيارات. فلو جربت اول احتمال عين واحد بار، انا عندي عين واحد عبارة عن مرافق، عين واحد بار عبارة عن مرافق بتاع عين واحد، كنت بغير في اشارة العدد التخيلي فقط. يبقى انا عندي هنا س ناقص الت صاد. هل ده هو ده؟ لا، يبقى الاختيار ده غلط. طيب تعالوا نشوف الاختيار التاني اللي هو سالب عين واحد، يعني همسك عين واحد دي كلها واضربها في سالب، يبقى سالب س ناقص ت صاد. هل ده هو ده؟ لا، يبقى الاختيار ده غلط. تعالوا نجرب الاختيار التالت، سالب عين واحد بار، عندي عين واحد اهي بار هضربها في سالب واحد يديني سالب س، سالب في سالب بموجب ت صاد. طب ما ده هو ده، يبقى الاختيار رقم ج. السؤال رقم 19 بيقولي إذا كان عين واحد عبارة عن 2 ج باي على 3 زائد ت جتا باي على 3، وعاطيني عين 2 بتساوي جذر 2 ج باي على 4 ناقص ت جتا باي على 4، وعاطيني عين 3 1 زائد جذر 3 ت. أوجد العدد عين اللي هو بيساوي عين واحد 3 أس 3 مضروبة في عين 2 أس 4 على عين 3 أس 5. قالي على الصورة الأسية، وبعد كده عايز الجذرين على الصورة المثلثية. طيب أول حاجة قبل ما اشتغل لازم أخلي العدد عين واحد وعين 2 وعين 3 على الصورة المثلثية الصحيحة. فقلنا إن أنا عندي عين واحد هتساوي، ما عندي هنا 2 نازلة زي ما هي، ده جا وهنا جتا، فلازم تكون هنا جتا وهنا ايه؟ جا. فلازم اروح ابحث الاشاره لان انا محتاجه تأتأ الداله. انا عندي هنا السين اللي هو بتمثل لي الجزء الحقيقي، السين ده موجب، والصاد اللي بتمثل لي الجزء التخيلي برضو موجب، فده بالنسبه لي الربع الاول. فانا على الربع الاول عندي سيتا يا اما 90 ناقص السيتا، فانا عايزه تأتأ فاستخدم 90 ناقص السيتا. يبقى هيبقى عندي جتا 90 ناقص السيتا باي على 3 اللي هي 60، يبقى 90 ناقص 60 يديني كام؟ 30. يبقى جتا 30 زائد ت جتا جا، قصدي عشان هتأتأ بقى يبقى جا كام؟ جا 30. دي بالنسبة عين واحد. طيب عين 2 هتساوي جذر 2 هتنزل زي ما هي، هنا جا وهنا جتا باي على 4 اللي هي كام؟ اللي هي 45. محتاجة تأتأ الدالة، فهشوف انا عندي هنا السين موجب وعندي هنا الصاد سالب، ده بالنسبة لي الربع. فالربع انا عايزة تأتأ الدالة، فاقول 270 زائد السيتا، يبقى 270 زائد ال 45 يديني هنا 315. اقول هنا جتا 315 زائد ت جا 315. طبعا دي بالنسبه لي هنا الزاويه كبيره فانا مش هشتغل عليها، فاطرح منها كام؟ 360. يبقى انا عندي عين 2 هتساوي جذر 2 هتبقى جتا سالب 45 زائد ت جا كام؟ سالب 45. طيب انا وصلت كده لعين واحد ووصلت لعين 2. عندي عين 3 اللي هي عباره عن 1 زائد جذر 3 ت، محتاجه اخليها على الصوره المثلثيه، فلازم اروح اجيب المقياس والساعه. ممكن اعملها على الآلة وممكن اعملها على ايدي. محتاجه اجيب المقياس، فيبقى عباره عن جذر تربيع الواحد تربيع س تربيع زائد الصاد تربيع اللي هو جذر 3 تربيع، اللي هي هتساوي كام؟ هتساوي 2. فعايزه اجيب الساعه، فاقول ان انا عندي زو سيتا هتساوي الصاد على السين، الصاد اللي هي جذر 3 والسين اللي هي بكام؟ بواحد، هتطلع جذر 3. فنعمل شيفت تاني لجذر 3 هتطلع ان السيتا هتساوي 60 درجة. انا عندي كده السين موجب والصاد موجب، ده الربع الاول فالسيتا اسمها سيتا، يبقى الساعة عندي بكام؟ ب60 درجة. تمام، يبقى انا اصبح عندي عين 3 هتساوي المقياس جبته ب2، يبقى 2 جتا 60 زائد ت جا كام؟ جا 60. وصلت برضو كذلك لعين 3. المطلوب عايز العدد عين اللي هو عبارة عن عين 1 أس 3 مضروبة في عين 2 أس 4 على عين 2 أس 5.
عين 3 قصدي أس 5 هيساوي لما يكون عندي عدد مركب مرفوع لأس كنت برفع المقياس لنفس الأس وبضرب الساعة في ال ايه في الأس اللي هو ال3 مثلا. فأنا عندي هنا عين 1 لكل أس 3، يبقى أنا عندي هنا 2 مضروبة في جتا 60 زائد ت ج 60 الكل أس كام؟ الكل أس 3. هنا مضروبة في عين 2 عبارة عن جذر 2 جتا سالب 45 زائد ت ج سالب 45 مرفوعة لكل أس كام؟ كل أس 4 على عين 3 أس 5 اللي هي هنا 2 جتا 60 زائد ت ج 60 الكل أس كام؟ الكل أس 5. لما يكون عندي عددين مركبين مضروبين في بعض كنت بعمل ايه؟ كنت بضرب المقياسين، وعندي هنا عدد مقسوم فهقسم عليه المقياس، فهضرب هنا 2 أس 3 مضروبة في جذر 2 الكل أس 4 على 2 أس 5، هيطلع عندي هنا المقياس بيساوي كام؟ بيساوي 1. طيب بالنسبة للزاوية هضرب هنا، هقول يبقى أنا عندي 60 مضروبة في 3 زائد، هجمع هنا ساعة العددين دول، سالب 45 مضروبة في 4 وبعد كده هطرح منهم 60 مضروبة في الكام؟ مضروبة في 5. هيطلع عندي ان انا عندي العدد عين، الزاوية بتاعتي هنا هتطلع سالب 13 باي على 6. يبقى هنا جتا سالب 13 باي على 6 زائد ت ج سالب 13 باي على 6. هنا 13. طبعا دي بالنسبة لي زاوية كبيرة، فانا هروح اجمع عليها كام؟ 360. فيطلع عندي ان العدد عين يبقى عبارة عن جتا سالب باي على 6 زائد ت ج سالب باي على 6. انا كده هو طالب العدد على الصورة الأسية، فانا عندي المقياس ب1، فاقول ان العين هتساوي اهي أس كام؟ عندي الساعة سالب باي على 6، يبقى سالب باي على 6 ت، وده بالنسبة لي اول مطلوب. تاني طلب هو عايز الجذور جذرين تربيعيين بس على الصورة المثلثية. طيب احنا هنا ممكن نمسح ده، عشان اجيب الجذرين على الصورة المثلثية هستخدم، هقول ان انا عندي هنا جتا كان عندي هنا سيتا زائد 360 ر على الاتنين زائد ت ج سيتا زائد 360 ر على الاتنين. يعني انا هقول ان انا عندي جتا السيتا عندي كام؟ سالب باي على 6 اللي هي سالب 30 زائد 360 ر على الاتنين هنا زائد ت ج سالب 30 زائد 360 ر على الاتنين. هو عايز الجذرين تابعين، فانا هفرض مرة ان الر عندي بصفر واطلع اول جذر عين 1، همسك الآلة اقول سالب 30 على الاتنين يديني سالب 15 اللي هي هتبقى جتا سالب باي على 12 زائد ت ج سالب باي على 12. طيب هفرض ان الر عندي بتساوي 1، فاطلع العدد التاني عين 2 هتساوي، همسك الآلة اقول سالب 30 زائد 360 في 1 على 2 اديني 165. يبقى انا عندي هنا جتا 11 باي على 12 زائد ت ج كام؟ 11 باي على 12. وكده ابقى وصلت للجذرين بالصورة الايه؟ المثلثية. السؤال 20 بيقولي اذا كانت الواحد والأوميجا تربيع هي الجذور التكعيبية للواحد الصحيح، اثبت ان المقدار ده بيساوي كام؟ 16. طيب هشتغل اول حاجة على الطرف الايمن. انا ممكن هنا نروح نوحد مقامات، هيبقى عندي هنا في البسط هنا هيبقى عندي 1 زائد أوميجا تربيع ت هيبقى ناقص مضروبة فيه هنا 1 زائد أوميجا ت مضروبة فيه أوميجا زائد الكام؟ زائد الت على 1 زائد أوميجا ت مضروبة في 1 زائد أوميجا تربيع ت، كل ده مرفوع لكل أس كام؟ لكل أس 8. فتعالوا هنا بقى نضرب، هنا 1 زائد أوميجا تربيع ت هتنزل زي ما هي، هنا سالب هنضرب أول في أول وأول في تاني وتاني في أول وتاني في تاني، 1 في أوميجا يديني أوميجا، هنا زائد الت، هنا زائد أوميجا تربيع ت، هنا زائد أوميجا ت تربيع.
على هنا برضو هنضرب اول في اول يديني 1 زائد اوميجا تربيع ت زائد اوميجا ت زائد اوميجا اس 3 ت تربيع. ممكن هنا نوزع السالب جوه، بس انا عندي هنا ت تربيع ده بسالب 1 واوميجا ده اس 3 ده ب1، يبقى انا عندي هنا 1 زائد اوميجا تربيع ت ناقص الاوميجا ناقص الت ناقص اوميجا تربيع ت، وهنا عندي سالب اوميجا وسالب في سالب بموجب اوميجا على كام؟ هنا 1 زائد اوميجا تربيع ت زائد اوميجا ت، هنا سالب 1. طب ما ده هيروح مع ده، الموجب مع السالب، وعندي هنا اوميجا تربيع ت مع سالب اوميجا تربيع ت وسالب اوميجا مع موجب اوميجا. تعالوا نكمل هنا. يبقى انا عندي هنا فوق في البسط 1 ناقص الت، وعندي هنا في المقام اوميجا تربيع ت زائد اوميجا ت. ممكن هنا 1 ناقص الت هتفضل زي ما هي، ممكن نسحب هنا من المقام ت عامل مشترك، يتبقى لي اوميجا تربيع زائد الاوميجا اللي هي اصلا عبارة عن كام؟ عن سالب 1. يبقى انا عندي 1 ناقص الت على سالب ت. منسيش ان انا عندي كل ده مرفوع لكل اس كام؟ لكل اس 8. طيب عايزه افكه، ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقول ان انا عندي هنا 1 ناقص الت على سالب ت مرفوع لكل اس 2 لكل اس 4، بحيث لو ضربت القوسين دول في بعض ترجع لي تاني اس 8. يبقى انا عندي هنا 1 ناقص الت لكل تربيع على سالب ت لكل تربيع، كل ده مرفوع لكل اس كام؟ لكل اس 4. هنا هيساوي القوس اللي فوق ده هيتفك، مربع الاول اللي هو 1 مربع التاني ت تربيع، الاول في التاني في 2 يبقى ناقص 2 ت على سالب ت تربيع، يديني التربيع طبعا هياكل السالب، يبقى هنا ت تربيع. هنا ت تربيع دي بسالب 1 مع الموجب، الاتنين دول راحوا مع بعض، فبقى عندي هنا سالب 2 ت وت تربيع دي بكام؟ بسالب 1. كل ده مرفوع لكل اس 4. طبعا الاس زوجي هياخد الاشارة، يبقى هيساوي 2 اس 4 مضروبة في ت اس 4 اللي هي بكام؟ ب1، يبقى هتساوي 2 اس 4 اللي هي كام؟ 16، يبقى هتساوي الطرف الايمن، وهو المطلوب اثباته. وبكده سنة تالتة نكون خلصنا اجابات اسئلة الامتحان.